لكن الشوط الثاني ربما فريق الاسماعيلي هو اللي اعطى الفرصه لفريق الرجاء لانهم يستغلوا المساحات ويستغلوا الاخطاء، وهذا هو الشيء هو اللي كنت متوقع، وما حبيتش نسبق الاحداث. اوكي ربما كان فوز متوقع، لكن ما حبيتش نسبق الاهداف. والسيناريو اللي ربما تخيلت بان فريق الاسماعيلي اذا رجع وراء ممكن فريق الرجاء بيعطيه مساحات ويستغل الفرص ويستغل العرضيات. وشفنا حتى التغيير نتاع المدرب، يعني التغييرين كانوا في محله. وكيف ما قلت لك كل الظروف، وكيف ما سبقت قلت امبارح في الاستوديو بان كل الظروف مهيئه ومساعده لفريق الرجاء على انها ممكن تطلع بنتيجه كبيره، لانها الملعب كان بيساعدهم. وشفنا حتى الجهه والضفه الاخرى. مبروك للشعب الرجاء الكبير. مشاهدينا متابعينا، كنت سعيدا بان اكون معكم في ليله اخرى من ليالي البطولات العربيه التي نستمتع بها عبر قناه ابو ظبي الرياضيه، على امل بان نلتقي في مواعيد اخرى. تقبلوا تحياتي. وعلى هذه الصوره يا اسامه، بوشة ما حدش يحوشه. الكلمه لك يا اسامه.